ومين اللي بعتهم له وخدهم يعمل بيهم ايه. طب الصور والفيديوهات والفضايح اللي عمالة تطلع دي كلها ليه اتصورت اصلا؟ ايه الفايدة منها وليه يسيب دليل يدين نفسه بيه؟ ولما تسمع عن كل البلاوي والمصايب اللي هقولها لك هتحس ان احنا عايشين في غابة. واي حد ما كانش مقتنع بنظرية المؤامرة او ان في مجموعة اشخاص بيمشوا الدنيا على مزاجهم فبعد الفيديو ده هيغير رأيه. بداية القصة المرعبة كنت حكيتها لك قبل كده في فيديو لوحدها، عن مدرس بسيط حياته اتحولت مرة واحدة من لا شيء لشخص غني جدا. الأستاذ جيفري أبستن اتعاون مع ست غنية اسمها غيلين ماكسويل واشتغلوا سوا، بس مش في الأدوية ولا في المنتجات، لا في البشر. هما الاتنين مش بس كانوا بيعتدوا على العيال دول، كانوا بيوفروهم لرجال الأعمال والناس التقيلة واللي ليها مناصب، وفي منهم رؤساء في أمريكا وأصحاب شركات عالمية أو زي ما بيسموهم يعني النخبة. لحد ما الجرائم بتاعتهم بدأت تفوح وفي بنات تهرب منهم وتروح تبلغ وأهاليها يبلغوا ويتقدم في جيفري وفي غيلين مئات بل الألوفات من المحاضر. وعلى مدار سنين أي قضية كانت بتتفتح قدام الاتنين دول محدش كان بيهتم بيها، وكانوا بيطلعوا منها زي الشعرة من العجين ولا في أي حاجة. أصل أنت بتشكي مين لمين إذا كانت الحكومة ورئيس الحكومة متعاونين معاهم وبياخدوا منهم أطفال؟ لحد ما من كتر القواضي جيفري زهق وراح هو وغيلين عملوا جزيرة خاصة ليهم منعزلة عن البيوت وعن الأماكن كلها، مش عاوز وجع دماغ. جزيرة فيها كل ما تشتهيه الأنفس، حرام وحرام، ما فيهاش حاجة حلال خالص. الجزيرة كلها اعتقاءات وقتل وتعذيب في البيبرونات، وتعالى نسمي الأطفال بيبرونات. المهم جيفري بيتمادى في الأفعال بتاعته ومحدش عارف يحاسبه، لحد ما طلعوا شوية ضباط محترمين ركزوا وراه لحد ما وقعوه. ولكن مش وقعوه علشان هم جامدين، لا لا، علشان اللي ورا جيفري عاوزينه يقع دلوقتي. أصل بالعقل هو اترفع عليه يجي 1000 قضية قبل كده وكانوا كلهم موثقين وخرج منهم زي الشعر من العجين. اشمعنى المرة دي؟ المشكلة ان هو لما اتحط في الزنزانة اتخلص عليه، او قصدي انتحر زي ما قالوا. لحد هنا انا يعتبر حكيت لك مختصر سريع عن الفيديو اللي احنا عملناه قبل كده. ولكن الجديد بقى في الموضوع ان ال FBI او مكتب التحقيقات الفيدرالية لما فتشوا البيت بتاع جيفري لقيوه مصور كل البلاوي اللي هو كان بيعملها وموثقها، وعامل نسخ من ايميلاته وسجلات الناس اللي زاروا الجزيرة بتاعته وكل ما تتخيل بقى كل اللي حصل. وطلعوا قالوا ان هم معاهم 300 جيجا من البيانات دي، ولكن مش هينفع تطلع علشان هتعمل قلبان في العالم. وبين كل فترة والتانية كانوا بيطلعوا شوية حاجات ويسربوها علشان يهدوا الرأي العام، وكل شوية تطلع وثيقة ورا التانية لحد بعد فترة ترامب بقى رئيس أمريكا. وهنا نشروا شوية ملفات حلوين من اللي عندهم، بس لما الناس شافوها لقيوا إن معظمها كان منشور قبل كده أصلا. وطلعت وزارة العدل الأمريكية قالوا إن هم مش هينشروا حاجة تاني خلاص. ولكن النواب ما سكتوش وأجبروا الحكومة إن هم يعرضوا الموضوع ده للنقاش في المجلس وياخدوا رأيهم. وفعلا ده حصل، وكل النواب وافقوا إن الورق ده يطلع ما عدا واحد بس تقريبا. فبالتالي حدد الكونجرس ميعاد يوم 19 ديسمبر وقالوا لوزارة العدل تنشر كل المعلومات قبل الميعاد ده. بس في نواب زي النائب توماس ماسي كانوا عارفين إن مش كل الأسماء هتتقال وهتتفضح، وفي أسماء هيتكتم عليها. طيب ليه وإزاي؟ لأن ببساطة الحكومة أو المدعية العام بام بوندي ليها الحق إن هي ما تقولش أسماء معينة أو حتى تحذفها لو الاسم ده مرتبط بقضية لسه شغالة. المهم يعني النائب ده كان وجهة نظره إن مش كله هيتفضح، ويعدي 40 يوم بعد الميعاد اللي اتفقوا عليه، تحديدا يوم 30 يناير 2026 نشروا 3 مليون صفحة وشوية و18 ألف صورة و2000 مقطع فيديو وزيادة، مع العلم إن هم لسه عندهم أكتر من 2.5 مليون ملف
ما اتنشروش، والنواب قالوا ان ملايين الملفات اللي لسه ما طلعتش دي متخبيين لمبررات غير كافية. بس خلينا في اللي معانا واللي اتنشروا. فيها ايه بقى الملفات دي؟ فيها مصايب بالمعنى الحرفي. وتعال علشان نتفاجئ سوا. اول حد هنتكلم عنه هو ترامب يا سيدي اتنشر له ملف مخصوص مكون من 6 ورقات متسمي باسم EFTA 016 60679، وهسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن. الملف ده مليان شهادات لبنات تم الإعلان عليهم في سن من 13 ل 14 سنة، وأولهم بنت قالت إن هي تم الإعلان عليها في نيو جيرسي من ترامب، وإنه أجبرها على الجنس الفموي وهي عضته، فهو راح ضربها على وشها وخلى جيفري يعتدي عليها. وشاهدة تانية قالت ان هي اجبرت ان هي تحضر حفلة من حفلات جيفري، وكان معاها ترامب وبيل كلينتون، والرؤساء الاتنين كانوا بيعتدوا على عرضات ازياء من فيكتوريا سيكريت، وهي كمان كانت معاهم واعتدوا عليها. ولو انت مش مجمع ايه علاقة عرضات ازياء فيكتوريا سيكريت بالموضوع، فانصحك تتفرج على الجزء الاول اللي عملناه لجيفري، شارح كل حاجة بالتفصيل. المهم، في شاهدة تانية قالت ان هي كانت جزء من حفلة حصلت في ملعب الجولف بتاع ترامب نفسه، والحفلة كانت وحشية جدا لدرجة ان في بنات من الفظاعة اللي حصلت فيها ماتوا واتدفنوا في الملعب هناك، وان رئيس الامن بتاع ترامب هدد البنت دي بانها لو قالت اي حاجة او فكرت مصيرها هيكون سماد ل9 أشخاص اللي هم لسه دفنينهم في الملعب. وبدون دخول في تفاصيل زيادة، فالملف ده كان بيتكلم عن بنات كان نفسها تبقى عارضات أزياء أو نفسهم يتكلموا مع ترامب، بس ينتهي بيهم المصير يا إما معتدى عليهم يا إما مدفونين خلاص. وللعلم اتذكر كمان إن حتى البيبرونات اللي نتجوا عن العلاقات اللي حصلت هما كمان اتقتلوا. انما الجزء المرعب بقى ان ترامب اتذكر مش بس بتاع اطفال وبتاع ستات، لا ده كمان كان قواد، يعني معرف الناس ببعضها. الراجل كان بيعمل حفلات اسمها فتيات التقويم في منتجع مار ألاجو، وفي الحفلات دي ترامب كان بيبيع بنات صغيرين، وكان بيتم تقييم الأطفال دي أو سعرهم على حسب دي المناطق الحساسة. Tie string around and then they put it all around the body, but they're naked. وترامب كان هو المسؤول عن التقييم ده عن طريق ان هو كان بيدخل صوابعه في المناطق دي ويقرر دي تتباع بكام وتروح لمين. وفي ضحية من اللي حضروا الحفلات دي قالت ان جونيور ترامب وإيريك ترامب أولاده كانوا معاه في الحفلة، حتى بنت ترامب اللي اسمها إيفانا هي وإيلون ماسك كانوا موجودين برضه. والشاهدة بتقول إن هي بعدها اتخذت لغرفة وأجبرت إن جونيور ابن ترامب يعتدي عليها قدام جيلين ماكسويل. وللعلم اتذكر موضوع البنات ده والبيع والحاجات دي في كذا شهادة تانية وكذا مكان تاني، فمش أكيد كلهم كدابين. وعموما الطرف التاني اللي اتفضح هو إيلون ماسك، اللي اتنشرت له إيميلات ما بينه وبين جيفري من 2012 ل 2013، وفي واحدة من الإيميلات دي كانت رسالة من إيلون ماسك لجيفري عن ميعاد الحفلة الأكثر جنونا على الجزيرة علشان يجي هو ومراته الممثلة البريطانية تالولا ريلي. فرد عليه وقتها وقال له إن الجنون اللي على الجزيرة ممكن ما يعجبش مراتك، ولكن إيلون ماسك رد عليه وقال له لا هيعجبها. واتكلموا هما الاتنين برضو عن حفلة تانية المفروض إيلون ماسك كان هيروحها، بس محدش عارف راحها أو لا. وطبعا مش محتاج أقولك إن إيلون ماسك استغل عدم وجود تأكيد رسمي في الرسائل دي إن هو راح، وقال إن جيفري إبستن دايما بيعزمه على الحفلات دي ولكن هو ما بيروحش، مع العلم برضو إن كل شهادات الضحايا اللي طلعت كدبت كلام إيلون ماسك وقالوا ان هو كان بيشارك في الاعتداءات. وبرضو من اشهر الناس اللي اتفضحت اندرو ماونت باتن وينستر، وده اخو الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا. الراجل ده حرفيا اتفضح فضيحة بجلاجل، هو اصلا كان عليه قضايا اعتداءات كتير ولكن كان بينفيها كلها. اهو الراجل ده اتنشرت له صور وهو بيبص وبيلمس ستات
نايمة على الأرض وباين عليها إن هي متخدرة أو مغمى عليها، وصورة تاني وهو نايم على رجل 5 ستات، واتنشرت له إيميلات بيتكلم فيها مع جيفري إبستن وبيتفقوا على مقابلة بنت روسية وبيقول له فيها إن هي ذكية وجميلة. وفي رسالة تاني بتاريخ 27 سبتمبر بيتفقوا فيها إن في بنت تانية تروح تقابله. أندرو ده كان مسجل حسابه باسم الدوك وقال له قول لها تيجي تقابلني نتغدى سوا في القصر علشان الخصوصية. ولعلمك حتى مرات الراجل ده اللي اسمها سارة فيرغسون هي كمان كانت بتتواصل مع جيفري إبستن، ولما احتاجت لفلوس سدد لها ديونها. واتنشر لها رسالة كمان وهي بتتواصل معاه وبتقول له لما يسألوني عنك أقول لهم إيه. وبالفعل اتبعت لها الكلام اللي المفروض تقوله بالنص عنه وفعلا قالته. انما بقى بالنسبه لبيل كلينتون فالراجل ده هو ومراته خلاص بقوا معروفين في امريكا بمشاكلهم مع البيبرونات، ودي مش اول فضيحه ليهم. لو ما تعرفش ففي قضيه كبيره جدا اسمها قضيه البيتزا جيت، كانوا برضو بيعتدوا على البيبرونات وبيخلصوا عليهم كمان. طيب ليه بيخلصوا عليهم؟ علشان يقدموهم قربان لإله شيطاني اسمه البعل. وبقى خليك فاكر اسم البعل ده علشان هنعوزه تاني دلوقتي. المهم اتنشرت صور بقى لبيل ومراته مع جيلين ماكسويل وهو مسترخي في حمام السباحة بتاع جزيرة جيفري. المهم في واحدة اسمها جوانا سويبرج، دي المساعدة السابقة بتاع جيفري، قالت نصيا الراجل ده مهووس بالبنات الصغيرة. وللعلم هي كمان شهدت على الأمير أندرو وليهم صور متصورينها سوا قبل الاعتداءات. البنت كمان شهدت إن الرئيس دونالد ترامب كان موجود في الحفلات دي وفي اللقاءات دي كلها. وطبعا عيب نتكلم عن الناس دي وما نجيبش سيرة بيل جيتس. الراجل ده اتذكر عنه إن هو جاله مرض من كتر العلاقات الجنسية اللي عملها، وإنه طلب من جيفري علاج للمرض ده علشان يديه لمراته من غير ما تعرف، لان هي اكيد كمان جالها المرض. ما هي ما تعرفش بعلاقاته القذرة والبلاوي اللي هو بيعملها وهو ما بيقولهاش. ومن الكلام كده واضح ان في علاقة قوية او عشم بالزيادة ما بينهم، مع العلم ان دي كلها تعتبر ملاحظات كان كاتبها جيفري إبستن علشان يذكر نفسه بيها. احب اقول لك معلومة مهمة، ميليندا جيتس اللي هي مرات بيل جيتس طلبت منه الطلاق في 2019، وده لما الفضيحة بتاع جيفري إبستن طلعت وهي قالت ان طلاقها كان بسبب علاقته مع جيفري. المهم لو فضلت اقولك على الاسامي كلها اللي اتذكرت ورجليها جت في الوثائق او اسمها اتكتب مش هنخلص. تعال بس اقولك كام واحد كده من البارزين: ليز ويكسنر مؤسس شركة البراندز، ريتشارد برانسون مؤسس مجموعة فيرجن، ستيفن تيش مالك فريق نيويورك جاينتس وده اسمه اتذكر 400 مرة في الايميلات، لاري سارمز وزير الخزانة السابق في عهد كلينتون، سيرجي برين الملياردير مؤسس شركة جوجل، ستيف بانون مستشار ترامب، ميروسلاف لايتشاك مستشار الأمن القومي السلوفاكي، وعالم الحاسوب مارفن مينسكي. ده حتى محامي إبستن ذات نفسه ألان ديرتشوفيتس اتذكر في الموضوع وإن هو كمان كان بيعتدي، وسارة فيرغسون دوكة يورك، والمنتج السينمائي الأمريكي ستيفن تيش، ورئيس اللجنة الأولمبية في لوس أنجلوس كيسي وارسمان، حتى كيفن وارش اللي ترامب لسه مرشحه لمنصب رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، والأهم إيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، حتى هاورد لوتنيك وزير التجارة الأمريكي في عهد ترامب، والسفير البريطاني السابق بيتر مانسون، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والمخرجة الأمريكية اللي من أصل هندي ميرا ناير، وهاردي بوري رئيس حزب بهاراتيا، ورجل الأعمال والنائب السابق أنيل أمباني. ده حتى رئيس مجلس إدارة اللجنة المنظمة للأولمبياد كيسي بواسرمان لإيو باعت لجيلين ماكسويل بيقول لها أنت وحشتيني قوي ونفسي أشوفك، أنا بفكر فيك على طول، قولي لي أعمل إيه علشان أشوفك لابسة طقم جلد ضيق وعاوز نخرج مع بعض وتعومي عريانة وكلام كده غريب يعني. ده بالإضافة لشوية مشاهير طبعا، بروس ويلس، كاميرون دياز، وكيت بلانشيت، كيفن سبيسي، ناومي كامبل، وليناردو دي كابريو، ده حتى مايكل جاكسون وديانا روس ومايك جاجر المغني الرئيسي
لفرقة رولينج ستونز. أنا ذكرت لك بس الأهم في الأسماء، مش واخد بالك إن كلهم ناس مشاهير وناس تقيلة. طب إزاي ليهم نفس الميول وكلهم بيحبوا يعملوا الأفعال القذرة دي؟ ده فيهم رؤساء وفيهم ناس تقيلة بالمعنى الحرفي. هل الناس المسيطرة دي ليهم نفس الرغبات؟ بس ده مش الغريب. الغريب ان كل الميول دي ليها علاقة بالاطفال. هو كل النخبة يعني لازم يبقوا كده؟ ولو انت بيدور في بالك السؤال كنوع من انواع الاستخفاف او ان انت بتهزر يعني، فحب اقول لك ده تقريبا شرط ان هما لازم يعملوا كده علشان يكونوا من النخبة وعلشان يوصلوا اللي هم وصلوا له. وده بقى النص التاني اللي بتذكره الوثائق، ومن وجهة نظري ده النص الأرعب. في فيديو منتشر دلوقتي بيلف العالم لعارضة أزياء مكسيكية اسمها جابرييلا ريكو. البنت دي اتصورت في بهو فندق مونتيري اللي في المكسيك بعد ما خرجت من حفلة من الحفلات اللي معمولة، وهي بتصرخ وبتقول دول بياكلوا بني آدمين. دول بياكلوا أطفال، أنا مش عاوزة حاجة تاني، أنا عاوزة حريتي، حريتي بس يعني إيه حريتها؟ هي اتساومت بإيه يعني قصادها؟ وليه بتقول أنا مش عاوزة حاجة تاني؟ تفتكر كانوا موعدينها بشهرة كبيرة وفلوس ونجومية وإن هي توصل؟ وطبعا مش محتاج أقولك إن بعد مقطع الفيديو ده منتشر البنت اختفت تماما وملهاش أي أثر لحد النهاردة، محدش سمع عنها تاني. المشكلة ان الفيديو ده منزلش في الوثائق لانه موجود على النت عادي، ولكن الناس ربطته بالوثائق اللي انتشرت، والمذكور في الوثائق اللي طلعت هي الطقوس الشيطانية، طقوس مشابهة للي اتقالت في الفيديو. اولا انتشرت وثيقة من قلب الاف بي اي نفسها مذكور فيها شهادة شخص من اللي حضروا الحفلات دي لإبستن. الراجل بيقولوا بيشهد ان هو حضر الحفلة دي في يخت، والحفلة كان فيها رجالة سود وبنات شقرة وبيعملوا علاقات وهم مجروحين وبينزفوا، ويشوف بعينه ناس وهي بتقطع في ببرونة، وببرونة تاني استأصلوا أمعائها وأكلوا منها. والشاهد ده قال كمان إن هو تم الاعتداء عليه شخصيا من جورج بوش. إنما الدليل التاني هو اللي اتذكر في بعض الإيميلات اللي طلعت، زي الإيميل ده مثلا اللي بيقول إن غيلين ماكسويل جندت بنت على أساس تبقى عارضة أزياء، بس بدل ما تبقى عارضة أزياء عادية لا، دي اتباعت كعبدة. ومش كده وبس، ده في أكتر من شخص خلصوا عليها من ضمنهم الأمير أندرو. الغريب بقى إن كان في رسالة ما بين جيفري وما بين إيهود باراك رئيس وزراء إسرائيل، ما تمش توضيح تفاصيل فيها قوي، ولكن عنوان الرسالة كانت كلمة غريبة جدا: تقطيع البيتزا. طيب فاكر بقى فضيحة البيتزا جيت اللي اتربطت بالبيدوفيليا وببيل كلينتون؟ أهل الفضيحة دي عرفتنا ان ذكر البيتزا هنا مش عادي وان هو جه في محله. الموضوع اتربط بالاطفال بشكل، وده مش كلامي انا، ده كلام الاف بي اي، وكالة الاستخبارات الامريكية. فيا ترى بقى هيقطعوا البيتزا دي ازاي؟ زي ما حصل في الحفلة بتاع اليخت؟ طيب بلاش، تعال هقولك. الاله اللي اتذكر في فضيحة البيتزا جيت كان اسمه البعل، هو اللي اتذكر في قضية جيفري، مع العلم ان القضيتين اتربطوا بالنخبة وبالبيدوفيليا وتقديم الاطفال للبعل. الاغرب ان الاله الشيطاني اللي اسمه البعل ده معروف من زمان جدا ان القرابين بتاعته بتكون ببرونات، ولازم كمان قبل ما تتقدم تبقى خايفة. فهل يا ترى صدفة ان اسم الاله ده يتذكر في القضيتين؟ طيب بلاش. تعرف ان جيفري إبستن كان عامل حساب بنكي مسميه باسم بعل، وتقريبا كان مخصص الحساب ده لفلوس القرابين. وجيفري وشريكته والناس اللي معاه دول مش بس بيوفروا الصغيرين علشان يتعامل معاهم علاقات، لا دول بيوفروهم كمان علشان يتقدموا للبعل. تقول لي يا عم حبيب، هو لازم يعني علشان حد ينضم للنخبة او يوصل لمكان عالي لازم يعمل البلاوي دي ويبقى بيدوفيلي او يحضر الحفلات دي ويقدم كمان قرابين للبعل؟ الغريب ان في ادلة تانية بتؤيد الكلام ده، زي مثلا الايميل ده بتظهر فيه صوفية اميرة السويد. صاحب إبستن بيقول له في الايميل ان
صوفيا دي هتبقى أميرة السويد قريب، ومصورها له كده وهي قاعدة مرحرحة. الغريب إن الإيميل ده كان في 2010، وبالفعل بعد 5 سنين صوفيا تبقى أميرة السويد. فيا ترى ده توقع ولا تنبؤ ولا تخطيط؟ المشكلة إن الأميرة دي في بينها وبين جيفري رسايل، ومن الواضح كده إن هم قريبين. فهل هو اللي سهل لها الدنيا عشان تبقى أميرة؟ هو وصل للدرجة دي؟ وخد بالك أنا مجرد بذكر لك شوية حاجات صغيرة جدا، احنا بنتكلم عن ما يقارب 3 مليون وثيقة طلعوا، ما بالك بقى الحاجات اللي لسه ما اتذكرتش والفظايع اللي ممكن تبقى أكبر من كده بكتير. المشكلة إن لحد هنا كنا ممكن نخلص الفيديو ولا خلاص دي البلاوي الكبيرة إلى حد ما، بس للأسف الفيديو مخلصش هنا، ولسه في شوية حاجات مرعبة جدا. الجانب اللي بيربط كل البلاوي دي باليهود والجماعية. أكيد أنت سمعت عن عائلة روتشيلد، أغنى عائلة في العالم واللي يعتبر متحكمين في معظم الاقتصاد، وسمعت كمان إن هم متحكمين في كل أفراد النخبة وإن هم اللي مسيطرين والكلام ده. حلو، الكلام ده كله كان قبل الوثائق دي ما تطلع، قبل البلاوي دي ما تنتشر. وكان في سؤال برضو انت اكيد بتسأله لنفسك، ايه اللي يخلي الناس الكبيرة دي كلها تسمع كلام عيلة الروتشيلد؟ يعني ليه بيطيعوهم كده؟ والإجابة بكل بساطة هي الابتزاز. ما سألتش نفسك هي الصور والفيديوهات اللي انتشرت عن جيفري إبستن والناس التقيلة اللي معاه دي اتصورت ليه اصلا؟ يعني ما سألتش نفسك هو ليه ممكن يصور نفسه والناس اللي معاه ويحتفظ بحاجة دينه حتى السجلات؟ فهنا بقى المفاجأة، جيفري كان شغال لحساب الموساد والجماعة دول. طيب ايه الدليل يا عم حبيب ان جيفري كان شغال لحساب الجماعة دول؟ هقول لك الوثائق بتقول ان كان في علاقة قوية ما بين جيفري وإريانا دي روتشيلد، رئيسة واحدة من اكبر بنوك سويسرا، إدموند دي روتشيلد. الوثائق بتقول كمان ان العلاقة اللي ما بينه وما بينها مش بس هي بيتمولوا بفلوس، لا دول كانوا بيخرجوا مع بعض كمان، بيروحوا حفلات ويحضروا عروض افلام، وفي لهم صور كمان كتير. فجماعة روتشيلد كانوا قريبين منه، والغريب ان هو مات بعد 11 يوم بالظبط من ذكر الصحافة لسيرة روتشيلد في الموضوع. فيا ترى دي صدفة؟ المرعب اكتر ان عيلة روتشيلد كانوا مخليين جيفري وسيط بينهم وبين رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود باراك، اللي كان بيتوسط له عند عيلة روتشيلد علشان تساعد إسرائيل بشوية فلوس علشان تبني أسلحة سيبرانية. وعلشان ما تتوهش مني، فعيلة روتشيلد هي اللي مهدت إسرائيل وهي اللي بتدعمهم، وحاطين جيفري إبستن كوسيط مهمته يجبر العالم إن هم يسمعوا الكلام ويخضعوا لعيلة روتشيلد، عن طريق بقى إن هو يمسك عليهم الصور والفيديوهات والبلاوي اللي انت عمال تشوفها دي، اللي هو يتنفذوا تسمعوا الكلام، يا اما البلاوي دي هتطلع واللي عاوزين يوقعوه هيوقعوه. ولو فاكر ان ده كلامي او تحليلي تبقى غلطان، ده كلام العالم كله دلوقتي، بداية مثلا من كلام المذيع المشهور تاكر كارلسون، ده من أشرس الأصوات الإعلامية في أمريكا. الراجل ده قالها صراحة، إبستن شغال لحساب الموساد وكان بيبتز علشان خاطر إسرائيل. وبغض النظر عن كلام المذيع تاكر، فغالين ماكسويل اللي هي شريكة جيفري أبوها كان جاسوس إسرائيلي معروف، ولما مات إسرائيل عملت له جنازة قوية عندها وحضرها أهم رؤوس استخباراتية عندهم. ده غير إن نائب مدير مكتب التحقيقات اللي اسمه دان بونجينو قال إن إبستن مصدر استخباراتي لدولة في الشرق الأوسط، وأنا مش شايف غير دولة واحدة رئيس وزرائها عمال يعمل معاه مقابلات، اللي هو إيهود باراك بتاع إسرائيل. المصادر بتذكر إن حصل ما بينهم 30 لقاء لحد ما اتقبض عليه. حتى إيهود باراك ذات نفسه قال إن الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز هو اللي خلاهم يتقابلوا. طب أديك المفاجأة، لو بصيت على الوثائق والإيميلات اللي اتسربت من FBI دي هتلاقي إن إيهود باراك ما بياخدش أي خطوة غير لما جيفري إبستن يأكد له عليها. وبالنص المصادر قالت
ان جيفري يعتبر المستشار الموثق بتاعه. ده غير ان في 2 سبتمبر النائبة أنا باولينا طلعت وقالتها صراحة في مؤتمر صحفي: إبستن عميل. يا عم ده حتى الإسرائيليين طلعوا قالوا كده. آري بين مناشي ضابط المخابرات الإسرائيلي السابق قال ان جيفري وغيلن كانوا بيبتزوا لصالح إسرائيل. ولحد هنا لو مش مقتنع فحب اقول لك ان حتى هاورد لوتنيك وزير التجاره في عهد ترامب اللي اسمه ظهر في السجلات ان هو زار جزيره إبستن، اهو الراجل ده في اكتوبر 2025 وصف جيفري بالمقرف وانه اعظم مبتز على الاطلاق. ده غير برضو ان في وثيقه من الاف بي اي نفسها بتقول ان هم عندهم مصدر بشري سري بلغهم ان جيفري إبستن بيشتغل لصالح اسرائيل علشان يجبر شخصيات امريكيه كبيره تقعد مع ايهود باراك بتاع اسرائيل ويخدم مصالح اسرائيل. والمصادر والتقارير بتذكر ان إبستن اتدرب على ايد ايهود باراك ذات نفسه كجاسوس. واظن كده كل حاجه واضحه ان دي لعبه سياسيه قذره. بس السؤال هنا بقى، هل البلاد العربيه ليها علاقه بالعك اللي بيحصل ده كله، او في حد عربي سيرته اتذكرت؟ اقول لك للاسف ايوه. الراجل ده كان مقرب كمان لشخصيات عربية بارزة، لدرجة ان في سيدة اعمال اماراتية اسمها عزيزة الاحمدي بعتت له 3 قطع من كسوة الكعبة المطرزة بالذهب، وتحديدا قطع من جوه الكعبة والغطاء الخارجي وجزء 3 لسه ما تمش استخدامه. المشكلة ان هي بتقول له ان كسوة الكعبة دي في ملايين من المسلمين لمسوها وهم بيعيطوا وبيتضرعوا لربنا، والله اعلم بعتتها له ليه. القوائم اتذكر فيها برضو السعودية، عندك محمد بن سلمان اللي اتنشرت له صورة مع إبستن وصورة مع ابن عم أمير قطر جبر بن يوسف الثاني ورئيس الوزراء القطر السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر الثاني. ولعلمك صورته مع محمد بن سلمان كان حاططها إبستن عنده في البيت، وتصور إبستن باللبس الخليجي مع وزير الإعلام ومع رئيس شركة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، وهم بيحضروا الأكل زيهم زي البيست فريند. ولعلمك الأسماء اللي اتذكرت دي كلها مش بتقول إن في تعامل ما بينهم وبين جيفري، ومش شرط إن يكون في علاقة ما بينهم وبينه، لأن عندك برضو من ضمن الأسماء اللي انتشرت اسم وائل غنيم. الاسم موجود فعلا واتذكر لواحدة من فعاليات النخبة، بس الله أعلم هو حضر أصلا ولا لأ. المهم يا سيدي، بسبب كل الفضايح اللي قلبت العالم دي طلع ترامب علشان يبرر، وبيل كلينتون يقول ان ترامب نشر صور ليه اكتر علشان يداري على فضيحته هو كمان، والدنيا قامت من فوقها لتحتها. الغريب ان كل الكلام ده حصل في نفس الوقت اللي اسرائيل كانت عاوزة امريكا تساعدها فيه وتضرب ايران، وترامب كان متردد ومش حابب. فهل يا ترى تفتكر دي قرصة ودن مثلا لترامب؟ وقبل كل الفضايح دي اصلا ما تنتشر، في حاجة تاني انتشرت: تسريبات لاجساد قاصرات من ضحايا جيفري إبستن. البنات دول كان مكتوب على أجسامهم نصوص من رواية مقرفة اسمها لوليتا. الرواية بتتكلم عن راجل مثقف وذكي وناجح بيقع في حب بنت صغيرة وبيحاول يبرر علاقته بيها ويستغلها عن طريق الكلام وعن طريق ان هو يتخيلها في دماغه ان هي اكبر من عمرها الطبيعي، ويبرر يعني الافعال القذرة اللي هو بيعملها فيها، ومن ضمن الحاجات دي ان هو يغير اسمها للوليتا. بس السؤال هنا بقى، ليه الفضايح دي بالذات انتشرت قبل التسريبات بتاع الاف بي اي والوثائق دي؟ يعني هل بيحاولوا يمهدوا ان البيدوفيليا ممكن تبقى حاجة عادية زي الشذوذ، بما ان الاغنياء دول والمشاهير دول عملوا الكلام ده فدي حاجة طبيعية؟ المحللين النفسيين بيقولوا ان الصور دي الغرض منها ان هم يحسسونا ان هم مسيطرين، يخوفونا يعني، ويقولوا لنا ان هم بيتحكموا حتى في البشر. الشيء الاغرب بقى في كل ده ان حتى ستيفن هوكينج هو كمان متورط معاه، ما تفهمش ازاي ولا ما تفهمش يعني. المهم يا سيدي، دي تكون كل حاجة تقريبا قدرت اجمعها لك. انا مش عاوز اطول عليك اكتر من كده، في بلاوي تاني وفي حاجات تانية طبعا ما طلعتش. عرفنا رأيك في الموضوع وعرفنا على اي حاجة